بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. فيديو النهاردة هنشوف فيه مع بعض إن شاء الله إزاي أقدر أحول أي ريسيفر كوري إلى جهاز باور سبلاي متغير أقدر أستخدمه في اختبار الدوائر أو أستخدمه في المشاريع الإلكترونية المختلفة بطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة. ممكن أي حد هاوي أو مبتدئ يعمل الفكرة بكل سهولة. طيب ان شاء الله في فيديو قادم بمشيئة الله تعالى هنعمل ان شاء الله رسيفر لجهاز قياس لداد الشاشات او توصل قياس لداد الشاشات عن طريق ان احنا نخرج عندنا هنا من الباور من الجزء البارد حوالي 80 فولت او 85 فولت، ولكن ان شاء الله خد الفكرة ديت في فيديو ان شاء الله قادم. في فيديو ان شاء الله هنعمل باور سبلاي متغير عن طريق مش عن طريق الباور، عن طريق ال LM 317 ريجوليتور المشهور اللي موجود عندنا في كل الرسيفرات الكوري وبعض الرسيفرات اللي هي الصيني. ده الريجوليتور اللي احنا هنشتغل عن طريقه. بيكون ترتيب اطرافه على الشكل التالي. الطرف اللي على الشمال بيكون ادجستبل، يعني الطرف اللي بقدر اظبط عن طريقه الفولت اللي خارج. الطرف اللي في النص هو الاوت ومتصل عندي هنا بالجسم او الجسم الالمونيا اللي عندنا بشدة الحرارة. الطرف اللي على اليمين هو دخول الفولت اللي جاي عندنا هنا من الباور اللي هو 24 فولت او 22 فولت على حسب الريسيفر. طيب احنا عندنا هنا طبعا الطرف اللي على الشمال اللي هو ادجستبل بياخد عندنا الاشاره بتاعه التشغيل من المعالج عشان يخرج معانا 13 فولت او 18 فولت تشغل معانا ترددات العمودي او الافقي. فاحنا طبعا مش محتاجين 13 18، احنا دلوقتي عايزين الجهد نتحكم فيه من 1.5 فولت او 2 فولت الى 24 فولت او الى الفولت اللي عندنا اللي هو الخارج عندنا من الباور. في رسيفرات بتخرج 22، رسيفرات بتخرج عندنا 24. طيب احنا عشان اول حاجه نعملها دلوقتي عشان نقدر نعمل الفكره بتاعتنا هنفصل عندنا الطرف اللي على الشمال من الريسيفر نفسه. دي كده الرسمه هي بتوضح عشان لو حد مبتدئ يبقى عارف. الطرف اللي على الشمال ادجستبل، اللي في النص هو الاوتس متصل عندي بجسم الريجوليتور. الطرف اللي على اليمين دخول الفولت اللي هو 24 فولت اللي جاي عندنا من الباور. احنا دلوقتي الطرف اللي في النص ده هنسيبه الطرف اللي على اليمين هنسيبه زي ما هو، واللي في النص برضه هنسيبه زي ما هو. اللي على الشمال هنقطعه عندي هنا ونركب عندي هنا سلك ونركب عندنا مقاومه 220 اوم من الطرف اللي على الشمال للطرف اللي في النص. يعني الطرف ده كده على الشمال ده هقطعه بالقصافه، وصل عندنا مقاومه واخد سلك من الطرف ده كده بره الريجوليتور. هجيب قصافه صغيره واقصف عند الطرف اللي على الشمال دهوت اللي هو طرف ادجستبل اهوت كده. قطعت الطرف اللي على الشمال اللي بيتحكم معانا في الجهد الخارج. جبت مقاومه 220 اوم الوانها احمر بني. ده كده شكل التوصيل يا اصدقائي اهوت. السلك الاصفر مع طرف المقاومه على الجنب الشمال، والمقاومه الطرف التاني على الطرف اللي في النص والطرف اللي على اليمين زي ما هو. كده انا شغلت الريسيفر. نقيس كده مع بعض كده. الطرف ده يوصل عندنا لجسم الجهاز ارضي الريسيفر او الجسم بتاع الريسيفر، والطرف ده عندي هنا هنوصله للخروج اللي هو ده. دلوقتي احنا عايزين بقى دلوقتي الجهد يعتبر خارج كام؟ 22.5 عايزين نخليه يقل. نخليه يقل ازاي؟ الطرف ده اللي هو ادجستبل نوصله بالارضي، الجهد يبقى كام بقى؟ 1.26% او 1.2 فولت. طيب انا عايز دلوقتي الجهد اتحكم فيه يخليه يعلى وينزل معايا. مش هينفع اوصل مباشره الارضي وينفع اوصل مباشره على الطرف اللي هو الموجب. هنجيب ايه بقى؟ نجيب مقاومه متغيره 10 كيلو، ثلاث اطراف. الطرف اللي في النص عندنا يوصل هنا، والطرف منهم يوصل على الارضي، الطرف التالت يوصل فين؟ على التغذيه اللي جايه عندنا من الباور، او على الطرف اليمين من الريجوليتور، او على اي تغذيه عندي هنا اللي يعتبر جاي للريجوليتور اللي يعتبر ال 24 فولت. ده مفتاح اهوت 10 كيلو. اجيب السلك دوت اللي احنا جبناه الاصفر ده، ركبت له قطعه هيت شرينك ووصله عندنا في الطرف اللي في النص، والحم واقفل عندي الهيت شرينك على الطرف عشان ما يلمسش عندي الاطراف التانية. كده وصلت السلك الاصفر في نص المفتاح وعملت الهيت شرينك بالولاعه عشان يقفل على السلك. كده بقى عندنا طرفين، طرف يوصل عندنا للارضي جسم الريسيفر، والطرف التاني يوصل عندنا للتغذيه اللي جايه من الباور. ممكن زي ما قلت لكم عندنا هنا التغذيه اللي جايه من الباور واصله عندي هنا، واصله عندي هنا على ديود من دول. كده الجهاز على وضع الصفاره، وده الديود بتاع 24 فولت وصل عليه كده. نسمع بعض هنا كده اهوت
اهو. يبقى عندي الديود دوت كده متصل عندنا بايه؟ بخط ال 25 فولت اللي جه عندنا الباور ولا 24 فولت. حتى لو شغلت الريسيفر دوت وقست عليه هلاقي عليه نفس الجهد اللي هو على رجل رقم 3 في الريجوليتور الارضي اهوت. هنا كام فولت؟ هنا كام فولت؟ 24 فولت. 24 فولت يعتبر بالظبط. لو قسنا عندنا الطرف اليمين خالص في الريجوليتور 24 فولت اهوت. يبقى هنوصل عندنا طرف من هنا والطرف التاني من جسم الريسيفر نفسه كده. الحمد في المفتاح طرفين، الطرف ده اللي على اليمين هوصله الارضي، والطرف ده وصله عندنا التغذيه اللي قلنا عليها اللي هي ال 24 فولت اللي جايه عندنا على الديود. خليت الارض على اليمين عشان لما اعمل كده الف الاتجاه ده كده اكني بخفض الصوت في المفتاح مثلا فوليوم، يبقى الجهد يقل، ولما اعمل كده الف الاتجاه ده كده الفولت او الجهد او التيار يرفع معايا. هوصل بقى عندنا الطرفين دول، الطرف الارضي تحت المسمار ده والطرف ده زي ما قلنا على الديود اللي اداني هنا 24 فولت. كده وصلت سلك الاسود عند الارض بتاع البوردة، والازرق وصله على الديود اهو. كده احنا يعتبر خلصنا الفكرة بتاعتنا. باقي حاجة واحدة بس ان احنا لسه هنوصل الشاشة. احنا كده يعتبر موصلناش لسه الشاشة. تعالوا نجرب مع بعض كده بقى نوصل دلوقتي ونشوف. جيب ملتيمتر طرف منه على جسم الريسيفر برضو الارضي، الطرف التاني هنقيس فين دلوقتي؟ نقيس على هنا على النقطة دي، وهوصل كده الكهرباء بتاع الريسيفر. كده شغلت الريسيفر. كده الجهد عندنا يعتبر اقل حاجة 1.3 فولت. نغير المفتاح كده، نغير وضع المفتاح كده الجهد بيعلى معانا اهوت وانا بغير المفتاح. كده اعلى حاجة حصلنا عليها 22.5، واقل حاجة حصلنا عليها اللي هي 1.27 فولت، او ممكن نقول 1.2 فولت. كده الفكرة بتاعتنا يعتبر تمام، ولكن باقي بس ان هنوصل عندنا الشاشة ونوصل عندنا اطراف. كده عندنا الطرف ده متصل بالارضي، الطرف الاحمر بقى ده نوصله على فين؟ نوصله على السلك اللي هو ده، على ده، وعلى السلك الاصفر ده. يعني السلك الاصفر ده هنوصله على النقطة دي اللي هو الجسم، اللي هو الجسم نفسه بتاع الريجوليتور، عشان يعدي معانا على الشاشة وعشان يشغل معانا الحاجة اللي هنشغل على ايه، على الايه، على البنانة دي. دي مقاومة كنا مركبناها لما خلينا الريسيفر بإس للدات. هفصل عندي هنا المقاومة خالص مش عايزينها. هنسيب بس التغذية بتاع الشاشة وصل ل 24 فولت عادي، وممكن اوصلها لأي تغذية عندي هنا، ممكن ل 5 فولت أو خط 3 فولت، أي خط يشتغل معانا بأي مشكلة. دي كده تغذية الشاشة اهيت. ودول كده الطرفين، السلك الأحمر واصل عندنا البنانة الحمراء، والسلك الأصفر اللي بيقيس معانا الفولت الخارج عندنا للشاشة. يعني هنا هوصل السلكين دول فين عندنا؟ وصلهم هنا. واحد هيوصل عندي هنا التغذية للبنانة، والتاني يوصل عندنا الكهرباء للشاشة عشان تقيس الفولت اللي خارج معانا كام فولت. طبعا السلك مش هيطول، فاجيب حتة قطعة سلك اوصل بيها هنا كده. وبما ان احنا الريجوليتور دوت الخارج بتاعه متصل عندنا زي ما قلت بالديود دوت، فممكن نوصل على الديود ده بدل ما اربط افك المسمار واربط عند السلك في الجسم. كده او كده يمشي، مفيش اي مشكلة يعني. السلك الاحمر ربطته في جسم الريجوليتور اهوت، وصلت عندي في السلك الاصفر والاحمر. نوصل كده الكهرباء بتاعت الريسيفر. كده وصلت الكهرباء الريسيفر. نحرك المفتاح كده اللي بيتحكم معانا في الفولت اهوت. كده اقل فولت وصلنا له 1.4 فولت. هعمل عندي هنا ثقب للمفتاح. كده انا ثبت عندي المفتاح اهوت. طبعا ثبته كده بشكل مؤقت بس. كده انا شغلت الريسيفر اهوت. اقل حاجه حصلنا عليها 1.4 فولت، ولكن عندي هنا برضه عملت تغيير تاني. كده عندي هنا وصلت التغذيه بتاعه شاشه فولت امبير على تغذيه 5 فولت. يبقى انسب تغذيه لشاشه فولت امبير علشان تدينا قراءه مظبوطه توصل على 5 فولت. وصلناها 24 الجهد ما كانش مظبوط، وصلناها على 3.3 برضه الجهد ما كانش مظبوط. هنا على طرف تغذيه ال 5 فولت
الفولت عندي يعتبر خارج من الشاشة مظبوط. لما نقارن عندنا الجهد الخارج الشاشة مع الملتيمتر هنلاقي دلوقتي عندي هنا يعتبر مظبوط. يعني إلى حد ما. عندي هنا كام؟ هنا 1.3، هنا 1.4. غير كده الجهد كده، هنا 4 فولت، هنا 3.95، يعتبر الفرق بسيط جدا جدا. هنا 9.8، هنا 9.72، 15.9، 15.9. يعتبر ممكن نقول انه يعني الموضوع فرق بسيط. الفرق يعتبر 10 مللي ما بين القياس بالملتيمتر والقياس عندنا هنا بالشاشة. نجيب حاجة نجربها كده بقى على الجهاز بتاعنا، وليكن مثلا الموتور ده مثلا. اوصل طرف عندي هنا الاسود هنا او الاحمر ايا كان، الطرف التاني عندي هنا كده. كده الفولت 14 فولت. نقلل كده كمان. فكده الجهد عندي من كده. انا اعتبر وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب اكون افدت حضراتكم معلومة حتى لو بسيطة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.